السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة مطبخ نهاد مع وصفة جديدة وفيديو جديد. مبروك عواشركم ورمضان كريم، والله يدخل عليكم بالصحة والسلامة وراحة البال. اليوم جبت معكم زلابية اللي كتجي هشيشة واللي ما كتختارناش في الطبلة ديال رمضان، وبطريقة جد بسيطة وناجحة 100%. كيف ما كتشوفوا كنقربها لكم، بقاو معايا تشوفوا المقادير وطريقة التحضير. على بركة الله. عندي 3 الكيسان ديال الطحين، درت الكاس الاول الثاني الثالث. كيف ما كتشوفوا كاينه سميده حتى هي، يعني نفس الكاس اللي عبرنا به طحين عبرنا به السميده. عندي شويه د الملحه، دي 3 المعالق ديال سنيده، عندي فانيا ساشي فاني، وانا نستمتع بشويه ديال النافع وشويه القرفه. ممكن نتوما ما ديروا فيها حتى شي حاجه، يعني تكتفيو عفوا غير الفانيا ديالكم. في الطاوه كناخد نفس العبار ديال الطحين، كنقص منه كاس، يعني درت المجموع 4 كيسان ديال الطحين، غندير 3 كيسان ديال الماء. كنضيف عليهم ماء ديال الزهر، واحد معلقه حتى المعلقه ونص. يعني انا الكميه اللي عطيتكم ديال هاد المكونات هذه. اللي بغى يضيف او يزيد اضافه اخرى او يزيد بزاف، عنده بغى يدير بزاف يضيف بزاف ديال، يعني دوبل المقادير باش تطيح لكم او تجيكم كميه وفيره. كنضيف 3 المعالق ديال العسل ضروريين، وكنردهم على النار كيف ما كتشوفوا. نخليها يغلي وكنمشي كنجمع ديك النواشف طحين مع داكشي اللي ضفت ليه، كنجمعو بيديا وكندخل. كنضيف نص كاس ديال الزيت على الماء ديالنا اللي رديناه كيطيب. هانتوما كتشوفوا ولا على الغليان كيف ما كتشوفوا كيغلي. تنخليه واحد الدقيقه كيغلي بحال هكا على ما تذوب العسل والزيت يندمجوا كلشي. من بعد كنحيدو فوق البوطه وكنضيف ديك الطحين ديالي اللي كنت موجده من قبل على هاد الماء ديالنا. هاد الكميه هادي هانتوما كتشوفوا، يعني راه خصكم تخدموها شويه. يعني انا جاتني سخونه تنخدمها بيدي، ولكن راه جاتني سخونه تنخليها شويه تبرد، عاد غنجمعها بيديا. كنحاول دابا غير الطحين نخلطو مع الماء ديالنا كيف ما كتشوفوا هو بدا كيتجمع. من بعد غنضيف يديا، كنتسنى غير يبرد ونضيف يديا. هاد القياسات اللي عطيتكم او هاد العبار هذا يعني ديال هاد الكميه ديال الطحين، هي ما خصهاش تجي جاريه بزاف باش تدوز لكم في الماكينه او في البوق او لا في لابوش. يعني هاد الكميه هادي هكا كتجي، يعني كتجي واحد العجين اللي هي متماسكه، ما خفيفاش وما ثقيلاش. هانتوما كتشوفوا دابا راهي جاتني سخونه، كنحاول نجمعها لكم وتشوفوها كيف ما جاتني سخونه في يديا. داكشي علاش كنجمعها غير، يعني خصها تجي متماسكه بهاد الطريقه هادي. هاهي دابا طلقات هكا باش غدوز لينا في البوق مزيان وما غاديش تذبنا وهي باقا سخونه. انا درتها في واحد، يعني هانتوما كتشوفوا خفيفه بزاف وفي نفس الوقت ثقيله اللي غادي تدوز لينا في البوق ديالنا. انا بديت كنشكل، خديت البوق ديالي وبديت كنشكل على هاد الطريقه هذه كيف ما كتشوفوا. ممكن ديروهم قصار، ممكن طوال، ممكن ديروهم على شكل يعني ديك قريصات او سفنجات بحال كيف ما كتشوفوا.
غنمشي معكم خطوه بخطوه. هي مازال سخونه كتساعدنا، شحال ما بردات كتقصح لينا العجينه وكتعذبنا. كتعذبنا في الزواق ديالها او في البوق ديالها. انا درتهم صغار، درتهم كبار، درتهم على جوج، يعني لويتهم على شكل دائري، وانتم الاختيار ديالكم. هاد الكميه هادي يعني هادشي اللي طيحت ليا، يعني هي هاد الكميه ما طيحاتش بزاف، تقريبا تطيح واحد طبسل، يعني طبسيل. هانتوما حيت كتقلى راه شويه اللي بغى الكميه بزاف يضاعف المقادير او يزيد المقادير. عندي العسل كيف ما شفتوا، ديجا درت لها واحد المعلقه ديال الزهر باش نسنسها، وكناخذ مقله كندير فيها الزيت ديالي، كنخليها تسخن مزيان. هي خصك ديريها على نار يعني تكون كيف ما كتشوفوا، تكون النار يعني متوسطه، تخليو الزيت تغلي. من بعد منين نبداو نقليوها كنقصوا من البوطه ديالنا. هانتوما كتشوفوا يعني هي سهله وفي المذاق كتجي زوينه وبنينه. درت هذه العجينه الاولى باش جربت الزيت. هانتوما كتشوفوا يعني الطريقه جد بسيطه وناجحه. ونسيت ما قلت لكم، يعني من بعد ما تساليو ديك التشكيل ديالها كديروها نص ساعه في الفريغو، ضروري نص ساعه في الفريغو، لحقاش هي اللي كتخليها ما كتطرطق ليكمش في الزيت فاش كتكونوا باغيين تقليوها. هاد المرحله مهمه باش تدخل الفريغو، او ممكن تصايبوها بالليل وغدا تقليوها الصباح. ملي كتاخذ لي اللون ديالي كيف ما كتشوفوا على هذا الشكل هذا، مازال شويه غنخليها كتولي اللون ذهبي. والطريقه خلاص راكم عارفينها، منين كنهزوها كنديروها بالعسل، كنخليوها تعسل مزيان كيف ما كتشوفوا هنا. تنقرب لكم، كنديروها بالعسل وكنخليوها تعسل مزيان. هانتوما كتشوفوا كنطفيوها في العسل، كنخليوها في العسل على ما كنعاودو نقليو القليه الثانيه، كنهزوها نصفيوها من العسل وكنضيفوا القليه الثانيه عاوتاني. غير هكا كنبقى، وانا راني بديت القليه الثانيه حتى هي كيف ما كتشوفوا، راه رميت الدائريين ها هما. راني هاد الطريقه ما كتطرطقش بزاف الناس، يعني كيسولوا تيقول لك ما نجحت لهمش، يعني كتفرست ليهم او فاش كنديروها في الزيت كتطرطق لينا كتحل لينا. هي السر ديالها كيف ما قلت لكم هو هذا، بانها خصكم ديروها نص ساعه في الفريغو او ساعه الا ربع، عاد تبداو تقليوها او تصايبوها بالليل وتقليوها في الصباح، ما عندها ما يطرالها. مشيت معكم خطوه بخطوه. الزلابيه جات ناجحه وما تفرتاتش كيف ما كتشوفوا، بقات شاده راسها، وواحد التعليكه فيها جات رائعه. هانتوما كنحاول نقرب لكم، واحد اللون ذهبي اللي زوين. وتطيح علينا اقتصاديه، راكم عارفين دابا ولات يعني حتى هي دايره الثمن وغاليه، علاش ما نصايبوهاش للدار ونفرحوا بها وليداتنا. ها هو الشكل الثاني حتى هو خدا اللون ديالو. غادي نهزو حتى هو وغنطفيه في العسل. حيدت القليه الاولى من العسل باش نضيف الثانيه. هانتوما كتشوفوا المذاق جا رائع. نتمنى تجربوها وتفرحوا بها وليداتكم في هاد رمضان. هذا هو الشكل النهائي ديال الزلابيه ديالي، كتجي غزاله
ورائعة في المذاق، نتمنى تجربوها. ورمضان كريم. واللي شاف الفيديو ديالي ما يبخلش عليا بلي لايك ولا يزابوني والضغط على زر الجرس باش يوصلكم كاع الجديد ديالي. رمضان كريم.